انا بهدي لحضرتك فترة زمنية في ناس عانت فيها على بال ما ربنا وفقهم ووصلوا للعلاج المظبوط. بهدي لحضرتك تجربة حقيقية، بديلك بريق امل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حلقة جديدة من قناة احلام سعيدة. النهاردة حلقة مميزة جدا لاننا بنقول تجربة عملية للشفاء من الامراض الذاتية المناعية واللي كان سببها تعرض الحالة للسحر. لو كنت تعاني من مرض بسبب السحر، لو كان عندك مرض مناعي ذاتي اتشخص من الاطباء انه ليس له علاج الا مثبطات المناعة، لو كان عندك امراض بسبب السحر وبتلف على الدكاترة ومش لاقي علاج ابدا، الحلقة دي بإذن الله هتفيدك. لازم تشوفها للنهاية ونشوف التجربة العملية اللي معانا دي بفضل الله وبإذن الله ازاي خفت. ان شاء الله الحلقة دي تكون شعلة امل ليكم. ابشروا، مفيش داء الا وله دواء، ربنا هو الشافي المعافي، ولعل الحلقة دي تكون سبب بإذن الله في شفاء ولو شخص واحد فيكم. للأسف الشديد بعد الإصابة بالأسحار بيحصل للإنسان خلل في الجسم. ليه؟ لأن الشيطان بيجري في الإنسان مجرى الدم، فبيبدأ لما يتمكن من الحالة ويبدأ يسيطر عليها يبدأ يحصل لها خلل. ومن الحاجات المشهورة جدا في الخلل ده هو خلل في الجهاز المناعي. يعني إيه خلل في الجهاز المناعي؟ يعني بدل ما الجهاز المناعي يدافع عن جسمك ضد الفيروسات والجراثيم والميكروبات وما شابه، يبدأ يهاجمك ويهاجم الخلايا بتاعتك، فيكون عدوك هو جسمك ويكون عدوك هو الجهاز المناعي، هو اللي بيهاجم الجسم، فيبدأ يظهر أمراض مناعية غير مبررة. لما بتروح للطبيب وتبدأ تسأل، يبدأ الطبيب يقولك ده ملوش علاج. يعني ايه يا دكتور ملوش علاج؟ انا هفضل بالمرض ده على طول؟ يقولك احنا ممكن ناخد مثبطات المناعة، وبتكون دي الكارثة. عارفين يا جماعة مثبطات المناعة دي بتعمل ايه؟ بتقلل جدا جدا من نشاط الجهاز المناعي، فبالتالي الجسم ما بيهاجمش نفسه، وبالفعل المرض ده بيبدأ ان هو يخف والألم منه يروح أو يتلاشى. ولكن في المقابل بتكون الضريبة عالية جدا، إن الجهاز المناعي بتاعك اللي المفروض إنه يكون عالي جدا ويدافع عن جسمك ضد الفيروسات وضد الميكروبات وكل ده، فأنت قللته جدا جدا، فبالتالي أنت خفيت من المرض لكن جاهز لاستقبال الكثير جدا من الأمراض التانية، لأن الجهاز المناعي تحت خالص ومش مستعد إن هو يدافع عن أي حاجة. ده طبعا تدمير للجسم، لانه ممكن يستقبل المزيد من الميكروبات او الفيروسات القاتله. ربما المرض اللي كان عندك ده غير قاتل، ولكن اللي ممكن تستقبله يكون قاتل. اكيد مش ده الحل ومش ده العلاج، وان شاء الله في الحلقه دي هقول لكم ايه هو العلاج. مش هنتكلم كلام نظري، خلينا بقى في التجربه العمليه. انا كنت بوضح بس ايه هو المرض المناعي الذاتي، لكن مش هنتكلم كلام نظري، احنا هندخل في الموضوع على طول وعلى الحاله بتاعتنا. الحاله بتاعتنا هي حاله لطفله، الطفله دي كانت من 6 ل7 سنوات. احكي لكم تطور الحاله وازاي وصلت للمرحله الكبيره في الصدفيه، هي حاله صدفيه، وبعد كده ازاي بفضل الله تم الشفاء، بالرغم من ان الصدفيه من الامراض المصنفه انها امراض مزمنه وليس لها علاج. الحالة بدأت ان الطفلة دي بدأ ضوافرها الايدين والرجلين يتوقفوا تماما عن النمو، ففكروا الاهل ان هي بتقرقط ضوافرها وهكذا، وبدأوا يتابعوا الحالة، لقوا لا، نمو الاظافر توقف تماما. وبعد كده الاظافر بدأت ان هي تصفر، لونها يبقى سيء، والذهاب للدكاترة. الدكاترة تم التشخيص انها حالة من فطريات الاظافر، وبالفعل مشيوا شهور على علاج فطريات الاظافر، ولكن طبعا دون جدوى. اللي كان بيحصل ان الاظافر بدأت تسوء تماما، تتراجع، يقل من عندها الدم والدموية. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هتلاقوا عند منبت الاظافر من فوق زي ما يكون الدم مش واصل في الاماكن دي، مفيش تغذية. بدأ الموضوع ده طبعا مع إصابة خطيرة أصلا بالسحر في رؤية منامية، وشافوا فيها من هو الساحر وكيف تم السحر لهذه الطفلة المسكينة في الوقت ده. فبدأ التدهور الجسماني طبعا للطفلة، الأرق والصحة العامة بتروح وشحوف في الوجه، وزي معظم اللي بيحصل للمسحورين، وان الشعر يتساقط وحاجات كتيرة قوي. لكن كان أهم عرض عندها وكان بالنسبة لها حاجة نفسية سيئة لهذه الطفلة، بيحصل لها تنمر في المدرسة بسبب الأظافر، واللي كانت كل شوية بتسوء. حصل جنون في نمو الأظافر، بدل ما الأظافر بتنمو طوليا بيبدأ ان الأظافر بتنمو بالعرض، بتنمو طبقات فوق بعض بدل ما تنمو لقدام. سبحان الله. وبعد كده يبدأ الضمور، وكذلك أصابع القدمين حصل فيها نفس الموضوع، لدرجة ان الأظافر اتشالت من بعض أصابع القدمين تماما، والحالة النفسية كانت للطفلة سيئة جدا. بعد الذهاب للدكاترة وأخذ مثبطات المناعة، أكيد ما كانش
كانش هو ده الحل، ان طفله في السن ده تاخد مثبطات مناعه وبالتالي مناعتها هتقل جدا، فاي فيروس يهاجمها الطفله ممكن تموت بمنتهى السهوله. الاب والام كانوا مطلعين جدا وبيقروا كتير في الابحاث، بيتفرجوا على فيديوهات ويحاولوا يستفيدوا من الموضوع ده. وصلوا لحلين اللي انا جايبه لكم في الفيديو ده، وان شاء الله باذن الله اي حد عنده مرض مناعي ذاتي او عنده امراض غير مبرره مش عارف يوصل هي سببها ايه بالظبط، الحلول العضويه اللي هقولها دي كانت بالتوازي مع علاج السحر، كانت بالتوازي مع الرقيه وملازمه الرقيه وملازمه الاذكار وملازمه العلاج الروحاني. يعني الاتنين دول زي قضبان القطار، ده ما ينفصلش عن ده. هنتكلم عن العضوي وهنعمل فيه ايه بالظبط، والعلاج الروحاني مع الاستمرار بعد كده في الرقيه وفي العلاج وفي الاذكار وفي التحصين. والحمد لله بفضل الله مشيت شوط كبير في الموضوع ده، وكان بالتوازي اللي انا هقولك عليه ده. هما حاجتين في علاج الامراض المزمنه. اول حاجه علاج الدم، لان الشيطان يجري مجرى الدم في الانسان، فبالتالي بيدخل على الدم بيدمره. يعني بيعمل ايه يا استاذه نهال؟ هقول لك. هو لما بيدخل بيعمل دروب كبير في بعض الفيتامينز في الجسم، زي فيتامين دي 3. معظم اللي عندهم سحر دلوقتي بيتفرجوا عليا يقول لي فعلا ده كان رايح خالص، ده انا كنت بموت، ده كان 5، ده كان كذا. حلل فيتامين دي 3، حلل المعادن اللي في الجسم او الفيتامينز اللي في الجسم، وتأكد ان هي مش ناقصه. هتلاقي في حاجات ناقصه نقص شديد جدا، هو السبب طبعا اولهم واشهرهم الهيموجلوبين ومخزون الحديد. اوعى تعمل الهيموجلوبين وما تعملش مخزون الحديد لانه مهم جدا. بيحصل دروب كبير قوي، يبدا الشعر يتساقط، يبدا الشخص صحته العامه تبقى متدهوره، ملازم للفراش، دايما في ارق، دايما ما فيش صحه، مش قادر يعمل اي حاجه. كل ده عندك نقص شديد في فيتامين معين، لو وصلت له وصلحته باذن الله هتتحسن جدا. كل ده بالتوازي مع الرقيه زي ما قلت لكم. اما تاني سبب وده بتوفيق ربنا، انه هذا الاب والام ان هم يعملوه، انهم يتابعوا بطن البنت. البطن بيت الداء. ركزوا معايا في الجمله دي واحفظوها، البطن بيت الداء. على الرغم من ان اللي حصل لها كان مرض جلدي وكان في الاظافر، وده بالنسبه لبعض الاشخاص حاجه بسيطه جدا. في ناس بتعاني من الصدفيه في الكوع وفي الظهر، لو اتفرجتوا على صور الصدفيه على جوجل يعني هتقولوا الحمد لله. بعد الفحوصات الدقيقه جدا على البطن دي لليقين ان اكيد في مشكله ببطنها، لان اكيد ان هي شربت او اكلت سحر، فبالتالي اثر على بطنها حتى بعد الرقيه في اثر، فلذلك البنت ما بتتحسنش معاهم. كان لازم نشوف البطن دي فيها ايه بالظبط. بعد الفحوصات الدقيقه الدكتور اكتشف ان فعلا كان في زي عفونه في البطن، والعفونه دي كان بقالها كذا سنه في بطنها. استغربوا جدا ازاي كان في جزء في الامعاء محتفظ ببعض الفضلات اللي سببت المرض المناعي اللي ظهر في الاظافر. بعد تناول الادويه بفضل الله، وبعد ان احنا اخدنا بالنا بقى من الجهاز الهضمي اللي يعتبر كان باظ مننا بسبب الاسحار دي، اخدنا بالنا ازاي، والنصايح دي ان شاء الله تكون مفيده. اللبن الرايب والزبادي على طول على طول، وتناول حبوب البروبيوتيك مهم جدا، او البريبيوتيك لو تقدر، مهم جدا جدا. ده بيجدد البكتيريا النافعه وبينشط جدا الجهاز الهضمي، وباذن الله لو في اي مشكله بتروح. يبقى احنا بنعالج البطن كما يجب، بنهتم لما بعد مرحله العلاج. لازم على طول لبن رايب وزبادي وعسل ابيض، معلش نسيت، فده على طول باذن الله بيجمل جدا الامعاء وبيظبطها. مع شوربه العظم، شوربه اي عظم حتى لو عظم سمك. حاول يا جماعه ده بانتظام. اي حد عنده مرض مناعي، اي حد اهتم بالحلقه لحد النقطه دي، الحاجات اللي بقولك عليها دي مهمه جدا. انت كده بترمم الامعاء لانك مريت بتجربه صعبه جدا. وكمان بنظبط الدم بالفحوصات اللي قلت لكم عليها، والفيتامينات بقى اللي هنمشي عليها فتره لا باس بها علشان نحس بالتحسن. نرجع للتجربه بتاعتنا بعد الحمد لله ما الطفله دي مشيت في الاتجاه ده، والاتجاه ده بدا يبقى في بريق امل. بدأت الضوافر تنبت، بدأ التحسن تدريجي، بدأوا يشوفوا ان في امل. لا مفيش حاجة اسمها مفيش علاج، ان شاء الله في علاج. كملي، خدي الفيتامينز، كلي كويس، اشربي لبن، اعملي كذا مع الرقية زي ما برضو ما قلت لكم. الحمد لله ربنا اذن لهذه الطفلة انها تتشافى تماما، سواء من السحر سواء من المرض العضوي اللي صاحب هذا السحر. عايزة اقول لكم بقى للأمانة، عارفين استغرقت هذه الطفلة كام سنة علشان تخف من المرحلة دي للمرحلة دي؟ 8 سنين. 8 سنين. الطفلة دي في أحلى مراحل حياتها
في المرحلة الابتدائية، في مرحلة الظهور، الأطفال بيتنمروا عليها وتعبانة من الأسحار، ولكن بفضل الله ربنا أذن بالشفاء. هتقولي 8 سنين، 8 سنين عشان أخف من مرض؟ أنا بقول لحضرتك الدكتور كان بيقول مرض مزمن، يعني المرض ده يصاحبك مدى الحياة. مدى الحياة ضوافرك هتبقى بالمنظر ده، مدى الحياة هيبقى عندك المرض ده اللي لازم تاخد له العلاج ده، مدى الحياة تاخد مثبط مناعة لحد ما يجيلك فيروس بعد الشر زي كورونا او اي حاجة يهاجم الجسم فيفرتكه. اما اقول لحضرتك 8 سنين يعني في امل. اذا كانت الطفلة دي اخدت 8 سنين، ال8 سنين مش من اولهم علاج صحيح. كام سنة على بال ما أدركوا إن كان في سحر، كام سنة على بال ما ربنا وفقهم إزاي يعملوا الرقية المظبوطة، كام سنة على بال ما هم عرفوا السببين اللي بقول لحضرتك عليهم بلخصهم لك في الفيديو ده، البطن والدم. انا بهدي لحضرتك فترة زمنية في ناس عانت فيها على بال ما ربنا وفقهم ووصلوا للعلاج المظبوط. بهدي لحضرتك تجربة حقيقية، بديلك بريق امل ان شاء الله باذن الله هتيجوا تبشروني بالتحسن، سواء لاطفالكم. لو في حد اتأثر، خلوا بالكم اكتر ناس بتتأثر وبيحصل لها الامراض المناعية دي هي الاطفال، او تحت سن ال20 تحديدا هتلاقي ان هو اتأثر جدا. هتلاقي لو واحدة متزوجة واتأثرت بالسحر بيجي لها الامراض المناعية في الرحم، او يبدأ بقى يحصل بطانة الرحم المهاجرة او امشوا على اللي بقول لكم عليه ده ان شاء الله باذن الله شفاء. خلاصة الحلقة، مفيش حاجة اسمها مرض مزمن، في حاجة اسمها ان لكل داء دواء. مفيش حاجة اسمها مرض ملوش علاج، اين الله الشافي، ان شاء الله ربنا هيشفيك. لازم يكون عندك يقين ان ربنا هيشفيك. خلاصة الحلقة، حتى لو المرض اخد منك سنوات في العلاج افضل من ان يصاحبك مدى الحياة. خلاصة الحلقة، خد بالاسباب، تشافى بالقرآن، قرب لله، زود طاعتك لله، وان شاء الله ربنا هيشفيك ويعفو عنك، وباذن الله هتيجوا تفرحوني وتبشروني. اوعى تخرج من الحلقة الا ما تصلي على الحبيب في الكومنتات. بعرف ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر، متشكرة جدا ليكم لمتابعتي اذا كنتوا شفتوا الفيديو لحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.